مكنة تعبئة 4 نزل تعبئة سوائل من 50 جرام ل1 كيلو. طريقة تشغيل. استنى. دلوقتي عندي هنا 4 خراطيم. والله خليك معايا. عندي هنا 4 خراطيم، 4 اللي هم اللي هنا اللي نازلين من هنا. دول ناخدهم ونرميهم في المية او في المكسر اللي احنا شغالين عليه. طبعا كل بستم له نزول. بعد كده عندي هنا ال4 نزل اهو، شغالوا 1 2 3 4. ال4 نزل برضو واخدين من هنا. عندي دلوقتي النزل ده كل بستم هنا له نزل هنا. ده بياخد البستم من اول 50 جرام لغايه 1 كيلو. طريقه العيار بتاعته من هنا. نرجع بالحساس بتاعه اللي هنا هو موجود هنا. دلوقتي مثلا جابت معايا هنا 1 كيلو، عايز اجيب نص كيلو، اروح راجع بالبستم كده ورا، ارجع بالحساس لغايه مثلا نص البستم واظبط على الوزن. طبعا بامكاني اتحكم بكل نزل لوحده، يعني اعمل 2 دول مثلا نص كيلو والاثنين دول 1 كيلو، او كل واحد وزن برضه مفيش مشاكل، عشان كل جزء لوحده هنا نقدر نتحكم فيه. عايز اوقف مثلا بستم من البساتم، اشتغل على بستمين واوقف بستمين، اشيل الحساس اللي هنا. عندي هنا حساس بدايه وحساس نهايه. اشيل الجزئيه اللي هنا دي، ارميها على جنب، خلاص هبقى اشتغل مثلا على الجزئين اللي هنا بس. روح اشيل الحساس اللي كان مسمار اهو. بعد كده عندي هنا الطالع من هنا اللي هو الخرطوم، خرطوم الهواء اللي طالع من المكنه. في الجهاز ده اللي هو مصيده الميه اللي بتيجي بالهواء، عشان ما تخشش للخراطيم وتبوظه. المصيده بتمسكه هنا وتطلعه من هنا بالهواء. وعندي الكوبايه دي احط فيها زيت نسبته مثلا 20/50، اللي هو بنحطه احنا للعربيات عادي. نملى الكوبايه دي وظيفتها انها تزيت البساتم دول عشان ما فيش حاجه فيهم تبوظ. نجيب الخرطوم ده اللي جاي من الكمبروسر ونحطه هنا. عندي هنا مفتاح امان اللي هو للهواء. افتح الهواء كده واقفل الهواء. دلوقتي عشان نشتغل هنفتح الهواء كده، هنلاقي الضغط بتاعنا هيطلع مثلا 6 8 9 حسب بقى الضغط بتاع الكمبروسر اللي موجود عندنا. نيجي هنا ناخد السلك ده ونحطه بالكهرباء هنا زي ما انتم شايفين دلوقتي. عندي هنا مفتاح برضو امان تاني اللي هو كهرباء. ادوس كده مش هلاقي البساتم دي واقفه، مش هتشتغل. نفتحه كده تبقى المكنه جاهزه. عندي هنا برضو مفتاح اوتوماتيك. عندي مفتاح كده مانوال وكده اوتوماتيك. لو دست دلوقتي انا اوتوماتيك، هي هتشتغل تتعامل مع لوحدها. طبعا دلوقتي بس الاحجام مختلفه، بس عشان ضغط الهواء دلوقتي هنا قليل شويه. احنا هنقلل الكميه من هنا، نعملها مثلا نص كيلو. كتر دول معانا. نجيبه على نص البسم. بص الحساس بيرجع ازاي. كده تقريبا مثلا نص كيلو. طبعا ده احنا بعد كده نشتغل بالوزن، يعني نشتغل ونوزن عشان نعرف كم لتر او كم ملي بيعبي كل بستم. زائد عندي هنا دلوقتي على كل بستم هتلاقي فيه مفتاحين، واحد بالخلف وواحد قدام.
ده عشان رجعة البستم، الدخول والرجعة، عشان سرعة البستم، سرعة أداء البستم. عايز الرجعة تبقى سريعة، أروح فاتح ده كده للآخر. مثلا هو كده أفتحه كده للآخر، دي عشان سرعة الرجعة اللي هي الشفط من الأدوس، من الميكسر، من الجيركن، أو أي حاجة إحنا شغالين عليها. وعندي هنا ده عشان سرعة الضخ جوه، عشان سرعة النزول هنا. عايزين شوية مية. عشان السرعة دي لو احنا عايزين بنلاقي مثلا انه على المية بنلاقيها بتطرطش كتير، نروح مخففينها من هنا، ماسكين المفتاح ده كده وقافلينه كده. هنلاقي بستم دلوقتي اللي هو ده احنا خففنا سرعته، هو اخر بستم هيرجع بالرجعه. هدينا ميه. ايوه يا عبد. خلاص هاتوا. بالنسبة لتغيير الجلد للبساتين، دلوقتي معاك طقم سبير اللي هو البساتين ده في عندك جلبه هنا، حته التفلون دي عليها جلبتين. تمام. وعندك هنا عشان القفل ما تسربش هنا. وعندك حته تفلون هنا برضو جلبه عشان برضو التسريب هنا من البق بتاع الترومبه. دي الترومبه بتاعت الضغط. دلوقتي هنيجي نشتغل. دلوقتي عندي هنا دواسه، هنشتغل طريقه الدواسه. هنروح احنا حاطين هيقف عليها دي عاملين، عامل هيبقى تحت رجله دواسه ويحط ازازتين، وعامل جنب منه برضو يحط ازازتين. لما يحط الازازتين دول هيروح دايس كده. بص اللي احنا بطلنا سرعته ازاي اهو. هتلاقيهم كلهم بعض. ده اللي احنا بطلنا سرعته. هنروح دلوقتي نزود سرعته ونعمله زي سرعه البساتم التانية. دلوقتي كلهم كده بسرعه واحده. عندي دلوقتي اوتوماتيك، مثلا لو عايز اشغلها وابطئ سرعه البساتم من هنا، اروح دايس كده وابتدي ايه ابطئ بدون. بصوا بقى النزل ازاي. ارجع نفتحهم عشان لو عندي مواد سيرتيكال ارجع افتحهم للاخر يبقى افضل. طبعا برضو انا لما اخلص من المنتج بتاعي كل يوم هروح شايل الخراطيم دي وراميها في جراكن ميه او كده، وابقى ماسك دي وعامل لها كده اوتوماتيك. هسيبها تغسل مع نفسها، تبقى تغسل هي الطرمبات دي لمده 5 دقايق بس او 10 دقايق. كل اسبوع تقريبا هتبقى اي واحد ينزل اول حاجه يبقى لونه زي الميه هيختلط مع الميه. ده حماية للكهرباء. ده المفتاح هنا عندي مفتاح للكهرباء. هدوس كده دلوقتي مش هتشتغل.
دي حمايه للكهرباء، عشان لو جرى حاجه للكهرباء يضرب الفيوز ده التشغيل ده. مش فلوس تاني في لا هو عندنا فلوس ولا حاجة. هي حدتها اهي. بص اهي، ادوس كده ادي الاربعه مع بعض. قدامهم شركه المهندس نصر الصناعات الهندسيه.